أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن النجم الكبير ودون جوان السينما المصرية والعربية، وطبعا معشوق النساء رشدي أباظة. هنقول سريعا كده شوية معلومات كده ايه ومقتطفات عنه، وممكن بعد كده نبقى نفصل أهم الومضات في حياته في فيديوهات منفصلة يعني. هنقول في البداية ولد رشدي سعيد بغدادي أباظة، ده اسمه بالكامل الشهير برشدي أباظة، في 3 أغسطس 1926. من أسرة طبعا شركسية. أسرة أباظة أسرة مشهورة جدا، وقيادات البلد كتير موجودين منها. أصولها شركسية. تم اكتشاف بقى موهبته عن طريق الصدفة. كان في صالة بلياردو بيتخانق مع واحد زميله، بيلعب مع بعض، فضربه بطريقة عجبت المخرج هنري بركات، كان موجود في الوقت دوت، فعجبه قوي، فقال له على فكرة تعالى انت ضربك لزميلك ده عجبني جدا، انا عايزك تمثل معايا. واخده وعطاله دور في فيلم المليونيرة الصغيرة. كانت ده بداية اعماله. بعد كده توالت بقى الاعمال، بقى نجم كبير. شفنا بقى رد قلبي، وشفنا حب وحرمان، وشروق وغروب، والرجل الثاني، وعاشور قلب الأسد، وشيء في صدري، ووراء الشمس، وإسلاماه. كان معاه 6 لغات بيوجدهم بشكل كبير جدا، هي العربي والإنجليزي والفرنساوي والإيطالي والأسباني والألماني. والده بقى كان معترض على الشغل بتاعه بشكل كبير جدا جدا جدا، وكان رافض دخوله عالم الفن بشكل قاطع. ولما دخل الفن رشدي أباظة على فكرة طرده من البيت، وبالتالي كان حالف عليه، قال له إذا كنت هتمثل يبقى ده آخر يوم ليك في البيت. أما بقى عن اتجاهه للسينما العالمية، هنقول إن وقع عليه الاختيار لمشاركته في فيلم لورانس العرب. رشدي أباظة طلب من المخرج لين ديفيد بأنه يحضر للسينما لمشاهدة أدائه في أحد أفلامه، وكان وقتها فيلم صراع في النيل سنة 1958. المهم إن المخرج جه واتفرج فعلا على الفيلم، وانبهر بأداء الفنان العالمي طبعا عمر الشريف، وأخده وما أخدش طبعا الفنان رشدي أباظة، وكان شيء طبعا محزن بالنسبة لرشدي أباظة، وأخد الموضوع بحساسية جامدة جدا، ولدرجة إنه زعل من الفنان عمر الشريف، معرفش ليه يعني، مع إن ملوش ذنب، بس زعل منه بشكل كبير وقطعه، لدرجة إن بيقال إن هو قطعه لحد آخر يوم في عمره يعني. وهو صداماته دي ما كانش الصدام الوحيد يعني مع عمر الشريف المظلوم، طبعا بعتبره مظلوم، لا يعني كان في صدام آخر مع طبعا الملك فاروق. طبعا بسبب الستات برضو، يعني الجري ورا الستات. حصل صدام شديد جدا مع الملك فاروق بسبب الفنانة كاميليا، ولدرجة ان الملك فاروق هدده بالقتل عشان يبعد عنها، واضطر ان هو يبعد عنها مع انه كان بيحبها جدا يعني. هنقول ان رشدي أباظة طبعا ده شيء مش جديد عليه، اشتهر في السينما بجاذبيته وسمته لحد ما اصبح معشوق النساء يعني. وادواره بقى اتنوعت يعني، بصراحة عمل ادوار كتير جدا، رومانسية، كوميدية، تراجيدية. لكن برضه مسيرته اتأثرت بشكل كبير جدا بسبب عدم استقرار حياته الأسرية. يعني هو اتجوز حوالي 5 مرات. ال5 مرات هنقول أول زوجة ليه كانت تحية كاريوكا، بعد كده اتجوز واحدة أمريكية اسمها باربرا، دي أم بنته الوحيدة اللي هي اسمت. وبعد كده اتجوز سامية جمال، دي طولت معايا يعني، قعدت حوالي 17 18 سنة. وبعدين صباح، يعني صباح دي يمكن نقدم لها فيديو لوحدها، لأن جوازهم ما دامش كتير يعني، الموضوع كله كان يوم تقريبا. وبعدين نبيلة أباظة دي بنت عمه، اتجوزها في آخر سنة من حياته، أو آخر سنتين. هنقول بقى إن هو عمل في السينما العالمية كدوبلير يعني، أخد كده أدوار للنجم روبرت تايلور في فيلم وادي الملوك، وشارك في فيلم الوصايا العشر للمخرج سيسيل ديمل. وكان ممكن تكون بداية يعني، كان ممكن ده يكون بداية ان هو يبقى عالمي وكده، لكن طبعا هو ايه، كسل وفضل ان هو يقعد بقى في مصر هنا، والاستمتاع بقى بلقب دون جوان السينما وساحر النساء يعني. هو حب الموضوع دوت، وقال ايه خليني قاعد وخلاص. يوم نقول 12 ابريل سنة 71 حاول رشدي أباظة الانتحار بسبب الضغوط النفسية اللي زادت عليه، طبعا بسبب بقى المرض بقى ان هو ايه، كان بيعاني من سرطان المخ.
واكتشفوا في مرحلة متأخرة جدا، وحالته الصحية كانت اتدهورت بشكل كبير، ولدرجة إن هو سقط أمام الفنان عزت العلايلي أثناء تصويره مشهد من فيلم الأقوياء. وحتى تم استدعاء صلاح نظمي لاستكمال الدور، وقبل وفاته بيوم بيتقال إن هو فقد الذاكرة. وفي النهاية وصى رشدي أباظة إن يتفرش قبره بالحنة لأنها بتساعد على تحليل الجسم بسرعة. وبعدين فارق الحياة في 27 يوليو 1980 عن عمر تقريبا يناهز 53 عاما يعني. وده يكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.